هاي everybody how are you؟ أهلا بكم من جديد متابعين قناة ميس إنجليزي. النهاردة مع سيشن جديد من كتاب بوك اند بن، كورس التأسيس من الصفر، كورس جرامر. لو حابب ان مفيش حاجة تفوتك من شرح مناهجنا وفيديوهاتنا اعمل سبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الأحمر اللي تحت الفيديو، وما تنساش تفعل الجرس على الكل عشان يصلك كل جديد من قناتنا. نبدأ بسم الله. درس النهاردة لذيذ وظريف، وهو بيتكلم عن اس بلورال. يعني ايه اس بلورال؟ اللي هو اس الجمع. امتى اجمع الكلمة بالاس او اي اس او اي اس او في اي اس، او الجمع الشاذ اللي هو الريجولار بلورال. خد بالك ان انا لما اجي الاول اتكلم عن الكلمة السنجولار، الكلمة المفرد، لازم احط لها اداة نكرة. اداة النكرة اللي هي بتبقى او ان. او ان طبعا احنا كنا شرحناها قبل كده في فيديو سابق. دي معناها one، وان برضو معناها one، معناها حاجة واحدة بس. يبقى انا لما اتكلم عن المفرد بحط الكلمة السنجولار المفرد احط قبلها او ان. طبعا احنا استخدمنا قبل كده مع الكونسوننت، مع الحرف الساكن، وان مع الحروف المتحركة. واحنا اخدنا حروف متحركة اللي هي A E I O U اهي زي ما حضرتك شايفها قدامنا. الحروف المتحركة بيجي قبلها ان، زي ما حضرتك شايف الاكزامبل اللي قدامك ان امبريلا يعني شمسيه واحده، وفوقيها على طول ابوك يعني كتاب واحد. طب انا عايزه اجمع الكلمه ابوك او ان امبريلا، بعمل ايه؟ اول حاجه ان انا احذف او ان، اداه النكره في الكلمه. او ان لازم تحذفوا الاول، وبعد كده ابدا اضيف للكلمه اس بلورال. طبعا انا بضيف للكلمه اس بلورال في حاله الكلمات العاديه، زي كلمه بوك حطينا لها بوكس، زي كلمة ان امبريلا حطينا لها اس بلورال عادية جدا تبقى اسمها امبريلاز. تمام. تعالى ناخد كمان امتى نجمع بالاي اس. لو انت من الابطال ولسه مستمر معايا في سيشن جديد من كتاب بوك اند بن، كورس التأسيس من الصفر، كورس جرامر، دعمنا بسبسكرايب، اشتراك، الكلمة اللي باللون الاحمر تحت الفيديو، ما تنساش اللايك والشير. هنجمع النهارده الناونز، الكلمات او الاسماء بالاي اس. امتى؟ بيقول عندما ينتهي النون او ينتهي الاسم او تنتهي الكلمة بالاكس او او اس او دبل اس او اس اتش او سي اتش، ساعتها هجمع الكلمة بالاي اس. زي الاكزامبلز اللي احنا هنقراها دلوقتي. عندي طبق واحد يعني ا دش. طبق واحد يعني ادش. طبعا عشان هو طبق واحد بحط قبله للمفرد. دي معناها واحد او معناها حاجة واحدة بس مفرد. اديش يعني طبق واحد. عايزة اجمعها هبص كويس جدا للكلمة. اول حاجة ان انا هحذف اداة النكرة وبعد كده ابص لدش. دش دي اخرها اس اتش، طالما اخرها اس اتش ده ان انا هجمع الكلمة بالاي اس، يبقى انا هضيف اي اس عشان اجمع الكلمة، يبقى اطباق ديشز. كذلك الكلمة اللي تحتها واتش. واتش يعني ساعة يد. اول حاجه انا هحذف دي بتعبر عن المفرد. هبص الواتش كويس جدا واركز فيها. طبعا هي اخرها سي اتش، ده معناه ان انا هجمعها بالاي اس حسب القاعده اللي عندنا النهارده. يبقى هقول تاني، بنجمع الكلمات بالاي اس لما تنتهي ب او اكس سي اتش اس اتش اس دبل اس. طب تعالوا الحاله الثالثه وهي حاله الجمع بالاي اي اس. امتى بجمع بالاي اي اس؟ عندما تنتهي الكلمه او ينتهي النون اللي عندي بالواي، بس بشرط ان لازم قبل الواي حرف كونسوننت. كونسوننت يعني حرف ساكن. الحروف الساكنه كل الحروف ساكنه ما عدا A E I O U. كونسوننت حرف ساكن زي B C F G J، كل دي حروف ساكنة. تعالوا ناخد أول إكزامبل. عندي ذبابة يعني أفلاي. ذبابة أفلاي. طبعا أول حاجة إن أنا هعملها هبص كويس جدا إن فلاي دي آخرها حرف الواي، والحرف واي جنبه حرف ساكن كونسنت لو حرف ال. ساعتها هعمل ايه؟ هحذف الواي واحط بدلها اي اي اس. بس نسينا حاجه مهمه، ايه هي؟ ان انا لازم احذف اللي في الاول دي اللي هي بتدل على المفرد او دي اداه نكره للمفرد. عندي كمان اكزامبل كمان بابي. بابي يعني كلب صغير.
بابي ده اخرها حرف الواي، والشرط متوفر. الشرط ان قبل الواي ده يبقى كونسوننت يعني حرف ساكن اللي هو حرف البي، ساعتها انا هشطب الواي واحولها لاي اي اس. في حالة جمع كمان وهي جمع ب في اي اس. امتى اجمع الكلمة واحط في اخرها في اس؟ بجمعها عندما تنتهي بكلمة بحرف الاف او بالاف اي. لما الاقي عندي كلمه اخرها حرف الاف او اخرها اف اي، ساعتها هحذف الاف او احذف الاف اي دي واجمعها بالفي اي اس. طب زي نايف سكينه، طبعا نايف سكينه دي كلمه سنجولار مفرد. اول حاجه هشطب اللي بتدل على المفرد وابص النايف اخرها اف اي، ده معناه ان انا هشيل الاف اي واجمع بالفي اي اس. يبقى نايف الجمع بتاعها نايفز. عندي كمان ورقه شجر يعني اليف. طبعا انا بحذف اللي بتدل على السنجولار المفرد حاله المفرد، واشوف ان ليف دي اخرها حرف الاف، يبقى انا هشيل الاف واجمعها بالفي اي اس. هناك برضو بعض الكلمات في حاله المفرد لما اجي اجمعها بتفضل هي، ما بحطش حاجه زياده ولا في حروف بتتغير. هو كل اللي انا هشيله ان انا هحذف الاي او الان اللي هم ادوات النكره، الاي او الان اللي هم ادوات النكره، وبعد كده اخلي كلمه من غير الاي او الان، ده كده الكلمه تبقى في حاله الجمع. زي افش. افش دي معناها سمكه واحده، تمام. عايز اقول اسماك كتير، يبقى انا هشيل الاي واخليها فش زي ما هي، ساعتها يبقى انا جمعتها كده. طالما شلت الاي بتاعت السنجولار المفرد يبقى انا كده الكلمه بقت في حاله بلورال الجمع. وعندي اشيب تبقى شيب، وعندي ادير غزال تبقى دير. نيجي لآخر حالة عندنا وهي حالة الجمع الشاذ irregular plural. irregular plural يعني الجمع الشاذ. يعني ايه جمع شاذ؟ أول حاجة إن أنا هحذف طبعا أدوات النكرة اللي هي a أو an، وبعد كده بعمل ايه؟ الكلمة فيه منها حروف هتتغير لحروف تانية، ده يعتبر جمع شاذ. تعالى خد الاكزامبلز وانت هتفهم. اول صورة عندي صورة امان. امان معناها رجل واحد. عايزه اقول رجال، طبعا الاي اللي هي اداة نكرة دي بتتشال، وابص لكلمة مان اللي هي MAN، الاي دي تتحول لايه؟ تبقى معناها من رجال. عندي اكزامبل كمان a woman يعني سيدة واحدة. عايزه اقول سيدات، طبعا بشيل الاي اداة النكرة وشايف كلمة حضرتك woman، خد بالك ان حرف الاي اللي قبل الاخير ده اقلبه الاي تبقى كلمة جمع سيدات ومن. عندي ان اوكس يعني طور واحد، هشيل الان واخليها اوكسن. اوكسن يعني ثيران. a child اللي هو طفل، بشيل الاي وتشايلد بضيف لها مقطع كده REN تبقى اسمها children يعني أطفال. عندي كمان a mouse يعني فار، أشيل الآ وماوس الجمع بتاعها اسمه مايس يعني فئران. عندي كمان a tooth يعني سنة، أشيل الآ اللي هي أداة النكرة الأولانية دي اللي بتدل على المفرد، وتوث هتتحول إلى تيث يعني أسنان، كده بقت كلمة بلورال جمع من غير اس الجمع. اخر اكزامبل معايا افوت يعني قدم واحد. عايزه اقول اقدام تبقى هشيل الا بتاعت النكره وفوت تبقى فيت. احنا خلصنا فيديو النهارده. لو الفيديو عجبك او استفدت من شرح النهارده دعمنا بسبسكرايب، ما تنساش اللايك والشير. جود باي.